النهارده معانا حالة إنسانية، حالة يعني هنقول مريضة وطالبة العلاج، وبرضه هنقول عايشة عيشة غير آدمية، عيشة صعبة وطالبة إن هي تتعالج وطالبة سكن آدمي تعيش فيه. السلام عليكم يا حاجة. نتعرف عليك الأول. محمد الصبحي. أهلا بيك يا حاجة. أنت عايشة في منطقة إيه هنا؟ سيدي فرج. فين سيدي فرج؟ جورة بسيدي فرج. حي رود الفرج. ايه مشكلتك يا حاجه؟ انت قلت لنا قبل التسجيل انك انت حضرتك عندك القلب ومريضه وعايزه تتعالجي. عايزة أعمل عملية ركب دعامة. الدعامة ب20,000 وأنا ما معيش 120,000 جنيه. طب انت حضرتك ما تقدمتيش للحكومه او تقدمتي للمجالس الطبيه؟ اتقدمت. طب انت حضرتك لما رحتي المجالس الطبيه مش عملوا لك قرار على نفقه الدوله؟ عملوا لي قرار ب9,000 وجيت دخلت العملية خرجوني منها علشان خاطر إن أنا ما معيش ال10، معيش 10,000 زيادة تاني. طب مش حضرتك المجالس الطبيه عملت لك قرار على نفقه الدوله ب 9000؟ طالبين 20. طب يعني انت دبري بقيه اللي فوق التسعه. جيبي أنا ل10، أنا ما أجيب منين 10,000؟ حضرتك دخلت العمليات وخرجوكي منها تاني عشان ال10,000. كان في مستشفى ايه؟ معهد القلب. يعني معهد القلب دخلك عمليه؟ دخلني العمليات ولبسوني اللبس بتاع العمليات وطلعت تاني من الأوضة عشان 10,000 وأنا معايا الأوراق هي حضرتك. لا ان شاء الله يا حاج، احنا برنامج صوت الناس نتواصل مع الدكتور محمد عزيز عزت مدير معهد القلب علشان حالتك حاله انسانيه. معايا حضرتك الورق جوه بالعمليه بميعاد كمان العمليه ودخولي ولما ما رضوش يعملوا لي العمليه طلعت في نفس اليوم برضه في ساعتها، ومعايا اثبات بكده بالتاريخ ان انا ما بنامش. والله انا نومي قاعده كده، بحس ان انا نايمه حد خانقني من زي لان انا عندي جلطتين على القلب، غير كده انا عندي شرايين 4 بايظين مش نافعين، يعني انا ماشيه بقدره ربنا. فهم اساسا طلبوا العمليه دي فوري وانا ما معيش 20,000 فوري. طيب اجيب منين؟ عملت جريت ورا القرار، قعدت كذا شهر قبل ما طلع لي، وفي الاخر قالوا لي لا عايزين 10,000 نقديا، هننزل نجيب لك الدعامه من تحت. قلت لهم انا ما معيش، عامله بسني دول وخرجوني تاني. قالوا لي ما خلاص طالما معكش 20,000 ما لكيش عمليه. طب انت يا حاجه برضو كنت كلمتينا قبل التسجيل ان حضرتك عايشه في البيت المتهالك ده، يعني انت دلوقتي انت حاله انسانيه، حاله مرضيه بالقلب، وان شاء الله نحاول نساعدك. والعيشه اللي احنا عايشين فيها البيت ده، انا قاعده في اوضه ما فيهاش هواء، متر في متر ما فيهاش هواء. بص حضرتك اللي انا عامله حته ستاره وسايبه بابي مفتوح عشان ما تعرضش للي طالع اللي نازل يبص عليا، ومخنوقه ببقى طول الليل ونهاري في الشارع قاعده، ولو نمت ابقى نايمه قاعده على حيلي كده على كرسي. طب يا حاجه دلوقتي المسؤولين في مصر بتشوفك، السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس حي رود الفرج، والساده المحافظ، تقول لهم ايه؟ طالبه منهم ايه؟ انا طالبه الستر بعيشه حلوه ونظيفه واتعالج، هم دول اللي انا عايزاهم، اعيش عيشه نظيفه واتعالج.